اسهل حاجه في الدنيا ان احنا نطلع نقول بصوا المنتج ده واو تحفه، روحوا اشتروه او جربوه او كان تحفه معايا. دي اسهل حاجه في الدنيا. يا هلا وغلا، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ فيديو النهارده هيكون زي ما شفتوا كده من العنوان انطباعي الاول عن بعض الحاجات اللي انا استخدمتها. الموضوع محتاج شويه صبر علشان نجرب المنتجات ونقول راينا فيها، كمان الموضوع محتاج شويه فلوس علشان نشتري المنتجات ونجرب حاجات جديده. فيديو النهارده هيكون يعني حاجه وسطيه كده، اللي هو انطباعي الاول. اول منتج وهو ده اشتهر جدا جدا الفتره اللي فاتت دي، هو الكريم ده بتاع كيران مور. العلبه دي ب 25 جنيه، واحيانا بتلاقوها بقى ب 30 او ب 35. جبت اللي هو بالفراوله، في منه بالعسل وفي منه نوع تاني كده. هو بس الباكجينج بتاعه قديم، بيفكرني بنيفيا بتاع زمان اللي هو الحديد ده او الالومنيوم ده. كريم من جوه يا جماعه قوامه تحفه، قوامه غني وبيرطب حلو قوي قوي قوي، ولكن يحتاج وقت علشان البشره تمتص. لو حطيتيه مثلا على صابعك وعلى ايديكي كلها بتحسي ان انتي بحس ان انا مش عارفه امسك الموبايل، مش عارفه افتح حاجه افهميه، مش عارفه افتح برطمان، اللي هو بيديني احساس الدهنان ده لمده 5 دقايق بالكتير. فدي بس مشكلتي معاه. تاني حاجه مشكلتي معاه الباكجينج، اللي هو ده اللي هو انا يعني لما بقفله ببقى مش عارفه افتحه، خصوصا لو انا حاطه الكريم. يعني لو انا حطيت الكريم وعايزه احط منه تاني، فالباكجينج ده يعني اتمنى ان هم يطوروه. الباكجينج يكون بيلف كده وبيتقفل ببساطه. ده تجربتي معاه، عجبني جدا ككريم. بس نطور بس الباكجينج. تاني حاجه جربتها هو الكريم ده بتاع تيلوفيل، وهو كريم مرطب للبشره. مكتوب عليه ان هو جل، قوامه جل. هو قوامه مش جل قوي يعني، بس هو قوامه كريمي شويه، او ممكن نقول كريمي جل. يا جماعه ايه الجمال ده، تحفه، من اجمل الكريمات اللي جربتها على وشي كترطيب. بصوا الكريم ده فيه مواد فعاله حلوه جدا جدا جدا. فيه سيرامايدز، وفيه فيتامين اي، فيه ريتينويد على شكل ريتينويد، وفيه كولاجين، وفيه نياسياميد، وفيه هيالورونيك اسيد، وفيه فيتامين اي، ترطيب ونضاره، وفيه جوجوبا اويل بس جاي في المرحله الاخيره خالص. طبعا كريمات البشره بتبان، يعني بتبان حاجه رطبت معاكي ما رطبتش معاكي، دهنت لا وقفت على بشرتك، ما حسيتيش ان انتي بشرتك مترطبه، لا حسيتي ان هو سطحي جدا. لا، من الكريمات اللي انتي بتحسي ترطيب عميق، وتاني يوم او بعد مثلا ما تتوضي بتحسي ان وشك، لا وشك فيه ترطيب. في فرق بين لما استخدمتي الكريم وبين لما مش بتكوني مستخدماه. من الحاجات اللي جبتها الفترة الأخيرة الروج بتاع سيبال، وتقريبا أنا آخر واحدة جبته، اللي هو اسمه مات ليبستيك. وده اللي أنا حاطاه دلوقتي. الروج ده جميل جدا جميل جدا. كنتوا عارفين ان سيبال ماركة مصرية؟ الصباع ده بيفتح ازاي؟ يتفتح من فوق هنا. بخاف ان هو يقع، فانا دايما بحط ايدي كده عشان احرسه. ده شكل الدرجه دي اسمها 302 نود، وهي لونها بني كده، يعني لون المونوكير اللي انا حطاه لونها بني غامق. لو انتي مش بتحبي الدرجه دي، على فكره الدرجات على الصور المعروضه على السايت او المعروضه في اي حته على اي ابلكيشن مش صح. يعني دي الدرجه دي كانت محطوطه ان هي فاتحه جدا، فهي الحقيقه درجه غامقه جدا، فنخلي بالنا. اولا هو تحسوه فيلفت مات، يعني مات ولكن ما بينشفش الشفايف خالص. ثباته يعني انا بقالي كم مره كده بستخدمه عشان اعرف ثباته متوسط، ولكن بيقعد وقت طويل مع الاكل والشرب، يعني بحيث ان هو بيروح شويه. الباكجينج تحفه 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 تحفه، شياكه واناقه، والمنتج من جوه برضو عاجبني حتى الان. ورابع حاجه جبتها، وانا عارفه ان انا تقريبا برضو اخر واحده في الكوكب جبته وهتكلم عنه، هو الكونسيلر بتاع ديرماتيك. الحقيقه انا كنت مقلقه منه، ما اكدبش عليكم، لان انا تجربتي مع الفاونديشن بتاع ديرماتيك ما كانتش الطف حاجه، كنت حاسه ان هو تقيل قوي قوي. ولكن لما جبت الكونسيلر عجبني. انا طبعا فتحته وجربته اول ما جه. بصوا الدرجه دي اسمها وورم لايت، وهي تعتبر غامقه. في هنا كده سبونج، دايما باجي افتحه وبفتح السبونج، ما بحبهاش صراحه. سعره كان 200 جنيه.
الفرشه بتاعته من جوه صغيره لذيذه حلوه. ده شكل الدرجه، مش عارفه باينه عندكم ولا لا. هي يعني بيج مصفر شويه، حلوه، مش مصفر قوي يعني، ممكن نقول ان هي على اورنج شويه، حلوه. بصوا بتندمج، بتاخد لون الوش. محسيتش ان هي يعني غامقه عليا ولا فاتحه عليا، حسيتها مظبوطه. اللي عجبني فيه ان هو مش بينشف، مش زي كونسيلرز طبيه تاني كده كانت بتنشف وكانت بتبقى شكلها غريب. بيندمج بطريقه تحفه، ولكن الكفرج بتاعته من خفيفه لمتوسطه، فهو يعتبر الكفرج بتاعته للهالات وكده من خفيفه لمتوسطه. فده هيبقى استخدام يومي، ممكن يخش في الخطوط. يعني انا استخدمته مرتين 3 من ساعه ما اشتريته، يعني انا ما حسيتش قوي ان هو بيخش في الخطوط، لان احنا لسه في شتاء، فما فيش بقى سيحان للكونسيلر زي الصيف. فبرضو ده هيبقى لينا عليه ريفيو تاني، بس نصبر عليه في الاستخدام شويه. من الحاجات السكين كير اللي طلعت الفتره اللي فاتت وعجبتني الى حد ما هو الداي كريم جل بتاع ايفا، وده بالهيالورونيك اسيد. هو مكتوب عليه ان هو داي جل بس كده. هو من جوه بصوا قوامه خفيف جدا جدا، الباكجينج لذيذ ومختلف ومميز، يعني اللون بتاعه مميز قوي. القوام من جوه اقرب للميه. عارفين شان جل؟ ده قوامه اخف منه، بس شان جل مش بالهيالورونيك اسيد، ده بالهيالورونيك اسيد. قوامه جل خفيف قوي قوي، بيرطب البشره حلو قوي. حبيته، يعني انا حسيت ان هو بيرطب حلو. ريحته لطيفه. سعره تقريبا كان 200 جنيه او حاجه. هو يعتبر من الحاجات اللطيفه اللي انا استخدمتها مؤخرا، ما ضايقنيش بشرتي ولا اي حاجه، ما حسيتش بشرتي، ما عمليش اي حاجه وحشه. ترطيبه خفيف، حسيت ان هو ترطيبه خفيف، فده من الانطباعات الاولى عنه ان هو لذيذ، ممكن اجيبه تاني عادي. ده شكله. من الحاجات الميك اب اللي اشتريتها الفتره الاخيره وانطباعي عنها الحقيقه كان سيء للغايه، مش عشان المنتج وحش، علشان انا ما حبيتش شكلي بالستايل ده، وهو الصابونه بتاعه شيجلان، صابونه الحواجب بتاعه شيجلان. ده شكل المنتج من جوه، بيبقى جاي معاه البرش دي، ده شكله. المنتج من جوه حلو جدا وبيثبت، ده شكله من جوه وهو شفاف، بيثبت الحواجب حلو جدا. المشكله فيا انا الحقيقه، انا ما حبيتش شكلي وانا حواجبي ملزقه قوي كده في وشي ومرفوعه، وكأن يعني ما حبيتش الشكل ده الصراحه. لكن هو بيثبت الحواجب تحفه. لو انتي بتحبي الستايل ده انا ممكن استخدمه، يعني حته خفيفه قوي قوي واثبت بيه حواجبي، بس مش اللي هو الاوفر. اخر فيرست امبريشن معانا في الحلقه دي هو ديرماتيك، اللي هو ديلي مويسترايزر. ده انا جبته ليه؟ علشان هو صغنون كده. انا جبت الحجم الصغير عشان انا عايزه الحجم الصغير، مش عشان هو صغنون. انا جبته عشان احطه في الشنطه. ده المفروض ان هو للبشره الجافه والبشره السنسيف. ده الترا ريتش مويسترايزر، وده كان ب60 جنيه. كتكوت قوي. انطباعي عنه، اولا اوريكم التكتشر من جوه او الملمس من جوه. هو ملمسه خفيف كده، تحسوا ان هو، شفتوه يعني، بصوا ملمسه خفيف اقرب للوشن. ترطيبه برضو خفيف، يعني مقارنة لو هنقارن يعني ده من ده ترطيبه اعلى كتير جدا. ولكن ده حلو في الاوقات بقى اللي انتي مثلا بره البيت. ترطيبه خفيف الصراحه، يعني انا حاسه ان هو يعني كبشره جافه تحتاج حاجه ترطب اكتر من كده. في ريحه بس ريحته مش لطيفه قوي، يعني هي مش وحشه، بس هي ريحه نفاذه سنه. ترطيبه لطيف وخفيف، ولكن هو تحسوه لوشن اكتر منه كريم. فالبشره الجافه مش عارفه اذا كان هيبقى يعني هيبقى اكتر حاجه مناسبه في الاجواء الساقعه قوي دي اللي بننشف فيها كلنا ولا لا. ولكن هو عجبني كانطباع اول، عجبني. انا بستخدمه بس على الجسم، مش بستخدمه على وشي طبعا، لان انا بشرتي دهنيه ومعرضه للحبوب، وممكن الموضوع ممكن يطلع لي حبوب كتيره جدا. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. كمان انتوا لازم تشاركونا تجاربكم مع البراندات المصريه، مع الحاجات اللي جبتوها وجربتوها وعجبتكم.
بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. معظم الوقت فيه بعمل الطرحه بعد الطرحه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، استفدتوا منه باي معلومه ولو كانت بسيطه. انا معكم ايه سليمان، شكرا ليكم، السلام عليكم.